اهلا بحضرتك وعزائنا الجميع. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يرحم الاستاذ اسمه هشام بركات ويتغمده في رحمته في هذه الايام المباركه. اللهم امين. يعني مش يعني عايز اعرف يعني راي حضرتك او بعض الدلائل كده اللي انت شفتها للاسف من هذه العمليه واللي انتهت للاسف باستشهاد النائب العام. ملاحظاتك ايه؟ لعلك تتذكر ان النائب العام استهدف منذ عده شهور بقنبله قدام مكتبه في وسط البلد في دار القضاء العالي. صحيح. وهو من الشخصيات المستهدفه، وتم القبض على العناصر التي زرعت هذه القنبله، وهي تابعه لجماعه الاخوان الاجراميه. وان جماعه الاخوان على صفحات الفيسبوك ومن خلال الفتاوى اللي بتطلع من قطر وتركيا ان هم اعلنوها صراحه ان هم يستهدفوا القضاء والشرطه والجيش، حتى الشعب قالوا ان احنا مستهدفينه. ويكفي ان واحد زي وجدي غنيم بيقول ان اللي بيأيدوا السيسي كفره، يعني 98% من شعب مصر كفار. طيب احنا حتى يعني شايفين انا اسف جدا لكن شايفين المستشار هشام المستشار احمد الزند داخل المستشفى الان، يعني نعم امام مستشفى النزهه ومع عدد من قيادات المجلس الاعلى للقضاء ورجال القضاء والنيابه العامه. انا اسف جدا شيخ نبيل، اتفضل يا فندم. تحت امرك. اتفضل يا فندم. طبعا هو حادث جلل، ولكن انت تعلم ان الاخوان من الاربعينات قتلوا المستشار احمد بيك الخزندار. صحيح. وهم ده بيعتبروا ان المجتمع كافر وان الشعب كافر وان القضاء كافر. هذا الفكر الملوث الارهابي المدعوم بالمخابرات الغربيه بهدف تفتيت المنطقه. وبرجينسكي قال من اجل خلق اسرائيل الكبرى لابد من تفتيت الدول العربيه الى كيانات طائفيه تتقاتل فيما بينها، ولا يوجد افضل من الجماعات التكفيريه تؤدي هذه المهمه. ولعلك تتذكر منذ شهور ان التلفزيون الاسرائيلي اذاع زياره لنتنياهو لمستشفى في تل ابيب تعالج جيش النصره والجيش الحر في سوريا. فهذا مخطط مفضوح وعلني ولا يحتاج الى اجتهاد، وجماعه الاخوان جزء من هذا المخطط. هذا ما قاله المشير طنطاوي في 2014 شهر مارس. تمام. قال ان المنطقه يخطط لها تقسيما وتفتيتا، والاخوان شركاء في هذا طيب المخطط. شيخ نبيل، يعني سؤالي لحضرتك، كيف ستختلف طرق مواجهه هذه العمليات عن المواجهه التي كانت في التسعينات، خاصه باننا الان امام موجه مقصوده ومرسومه لإحداث الفوضى في المنطقة عن طريق هذه الجماعات؟ هل شكل المواجهة سيختلف عن ما كان قبل أكثر من 20 عام؟ أولا تنظيمات التسعينات كانت تنظيمات محلية، يعني زي ما تقول فقيرة، لا تمتلك مادة ولا تمتلك تمويل خارجي، كانت تعتمد على مجهودها الذاتي. ولذلك هي يعني بسرعة فاقت وحست انها بتواجه الدولة، وحصل ما يسمى المراجعات، لعلك تتذكر ذلك بالفعل. وكنا من قيادات هذه المراجعات وكنا بنطالب بوقف العنف من الطرفين. المهم دي تنظيمات محلية لا تقاس بهذه التنظيمات الحالية الدولية التي تدعم أجهزة إعلام تفوق أجهزة إعلام الدولة. نعم. فدي تنظيمات، دي جيوش اسمها جيوش. نعم. الجيل الرابع من الحروب. ودول عملاء وخونة، والدين لا علاقة له بما يحدث ولا علاقة له بهذا الفكر الإجرامي. فترى الآن صعوبة المواجهة لأنها أصبحت مواجهة مفتوحة وتدعمها دول حتى يعني. لا والله هي لو الشعوب يعني تجمعت، الشعوب العربية تجمعت وتوحدت. نعم. الشعوب العربية أقوى من هذه المؤامرة وإمكانياتها أقوى من هذه المؤامرة، ولكن هذه المواجهة يا سيدي الفاضل تحتاج إلى إرادة من القيادة السياسية التي تقود الدولة
بالسحق والقضاء على هذه الجماعات، ولكن للأسف الشديد ما زالت هذه الإرادة على غير رغبة الشعب المصري. ولكن لماذا يا شيخ نبيل؟ يعني هناك في النهاية قانون، يعني هناك قانون، هناك مؤسسات تعمل في إنفاذ الأمن، هناك مؤسسات تعمل على ترسيخ القانون، وفي النهاية القيادة السياسية لا تتدخل في هذا الأمر على ما أعتقد أو أظن. في هذه الظروف بيتم إنشاء محاكمات استثنائية، ولعلك تتذكر أن جمال عبد الناصر عمل ما يسمى محكمة الشعب بعد ثورة 52، وكل الثورات بيبقى فيها المحاكمات الاستثنائية دي. ولكن فات الزمن كما يقول كثير الآن شيخ نبيل، يعني 4 سنوات على ثورة، ولا 5 سنوات على ثورة يناير، وسنتان على 30/6، يعني أي محاكمات ثورية الآن بعد عامين على الأقل؟ لا يوجد في هذه الحروب الإرهابية ما يسمى استثناء. لابد من حماية الشعب ولا بد من حماية الدولة، وأي حاجة غير كده هي كلام فاضي لا يلتفت إليه، لأننا نعلم جميعا أن جمعيات حقوق الإنسان على علاقة بالمخابرات الأمريكية، والمخابرات الأمريكية تحركها يمينا وشمالا، ولا علاقة لها بحقوق الإنسان. فلا بد أن يكون هناك إرادة سياسية للدولة بالقضاء والسحق هذه وتعلن تلك السياسة لها. نعم. وتقول أن هدف، يعني مثلا على سبيل المثال الملك عبد الله رحمه الله أصدر قرارا ملكيا بأن الذي يرفع شعار ربعة يحكم عليه ب10 سنوات، فاختفت كل الشعارات من على الفيسبوك في السعودية. هكذا تدار الدول. أما الأيدي المرتعشة والمترددة والتي تعمل حساب لجمعيات حقوق الإنسان العميلة، هذه لا تستطيع أن تقود دولة في أزمة. نحن لسنا دولة عادية، نحن دولة تعيش في أزمة. ولعلك تتذكر أن رئيس الوزراء البريطاني قال إذا تعرض أمن بريطانيا للخطر صحيح. فلا تسألوني عن حقوق الإنسان، فالتزم إلى الجحيم. هي بريطانيا. نعم صحيح. أشكرك جزيل الشكر الشيخ نبيل نعيم، القائد السابق في الجماعة الإسلامية، وتحول إلى الدكتور نبيل زكي المتحدث باسم حزب التجمع. سيد نبيل أهلا بحضرتك. صحيح. أهلا بحضرتك يا فندم، وعزائنا للجميع.